بين محاولة اقتحام الاتحادية ومحاولة اقتحام مكتب الإرشاد اليوم؟ هي عمليات فوضى، إما أن تسقط الدولة بالفوضى ويتم عزل الرئيس عن طريق الفوضويين، وإما أن يتدخل الجيش. وواضح أن في فلول النظام السابق وبعض السياسيين الموتورين بيكتبوا طلبات للجيش بالنزول، ينزل الجيش لكي تكون هناك مقتلة بين الجيش وبين الإسلاميين، وجبهة الإنقاذ تتفرج وتكون هي الفائز في النهاية. تقول الجيش يصف الإسلاميين والإسلاميين يصفوا الجيش أو يضعفوا الجيش، وفي النهاية نبقى احنا القوى السياسية المؤهلة لحكم. هل من الممكن أن يأتي الإسلاميين في وقت يكونوا في مواجهة الجيش؟ يعني هذه خطتهم، هذه خطتهم. لكن أرى أن الجيش أذكى كثيرا منهم، لأن الجيش يدرك أن هؤلاء الصبية هم الذين سبوه ولعنوه وواجهوه بالألفاظ البذيئة وقالوا له ارحل، وهم الذين كانوا يريدون يعني قتل قيادات الجيش والصدام بهم على غرار ما يحدث في سوريا أو ما حدث في ليبيا. لكن الجيش المصري أكثر ذكاء منهم، أكثر وطنية في رأيي من هؤلاء، وأنا مش عايز أقارنه بيهم لأنهم ما عندهمش وطنية خالص حتى أقارنهم بأحد في مصر، بأحد من الوطنيين. فإما أن تسقط الدولة بالفوضى، وإما أن يتدخل الجيش ونشاهد المشهد السوري، وإما أن يحدث انهيار اقتصادي ومجاعة في مصر. واحد من الثلاثة دول. فكون إن الدولة ما سقطتش بالفوضى، ومش هتسقط إن شاء الله، أو وإن الجيش مش هيتدخل ومش هيقبل أن يزج به في هذه اللعبة الرخيصة اللي بتلعبها جبهة الإنقاذ، فبرضه في خطورة الوضع الاقتصادي. فيجب على الدكتور مرسي ألا ينسى ذلك، إن هو مع استمرار حالة الفوضى قد يؤدي ذلك إلى نوع من أنواع الانهيار الاقتصادي حتى جزئيا، والناس قد لا تحتمل ذلك، وستحمل الدكتور مرسي.